السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم. معكم مستر ياسر السمان. معلش كده في تريكات بسيطة لازم نخلي بالنا منها، اللي هي التريكات بتاعت قاعدة تل وأنتل. بصوا معايا يا شباب، هي قاعدة تل وأنتل ظهرت مع عندي كام مرة؟ بصوا كده، عندي كلمة تل أو كلمة أنتل دي حضراتكم عرفتوها في الصف الثالث الإعدادي. إمتى؟ لما كنا بنستخدم تل وانتل عشان نربط بيها ما بين جملتين. تل وانتل التنين معناهم ايه؟ معناهم حتى كنا بنستخدمهم في ترتيب الاحداث. كنا بنجيب الحدث الثاني قبليهم، وكان عادة ما بيكون السكند اكشن ده عبارة عن الماضي البسيط المنفي غالبا، مش منفي دايما، بس كان هو بيعتبر الحدث الاول. وبعدين كنا بنجيب مين؟ الحدث الأول الفيرست أكشن، وكان يكون زمن ماضي تام. وكنا بنقول لكم في ثالثة إعدادي إن الماضي التام ما يذكرش وحده، لازم يكون معاه الماضي بسيط عشان خاطر التنين أستطيع إني أرتب بيهم إيه؟ الأحداث. تمام كده؟ ولكن حضراتكم اصطدمتوا السنة دي بتل وأنتل برضه. إزاي؟ جات لك تل وأنتل عشان تربط لك أزمنة مختلفة. هي بترتب الأحداث ما بين زمن المستقبل وزمن المضارع. إزاي؟ بنجيب بعدهم هنا مضارع بسيط أو مضارع تام، ده اللي بيحصل في المضارع. بعديه في حاجات بتحصل في زمن المستقبل، وبنجيب هنا المستقبل البسيط وبيكون منفي أحيانا. فعشان كده يعتبر تل وانتل ظهرت معاك مرتين لغاية دلوقتي. أول مرة كنا نقول مثلا I didn't speak English. أنا لم أتحدث اللغة الإنجليزية until حتى I had أنا كنت studied قد ذاكرت well بشكل جيد. فعندي هنا الماضي البسيط المنفي didn't speak، وهنا الماضي التام المثبت had studied، وهم التنين ربطتهم بكلمة until عشان أقول ده هو الحدث الأول وده هو الحدث الثاني، وده هو الحدث مين؟ الأول. تمام كده؟ هنا بقى لأ، هنا هنستخدمها عشان نقول I won't أنا سوف لن leave أغادر الأوفيس المكتب till حتى حتى أكون قد يا إما finish في المضارع البسيط أو have finished all my work حتى أن أكون انتهيت من كل أعمالي. تمام كده حضراتكم؟ ادي انتل اهي، وادي قبليها المستقبل البسيط منفي، وادي مضارع بسيط بعدها او مضارع تام. يبقى حضراتكم عندكم 2 تل وانتل في المنهج لغايه دلوقتي. وما ننساش ان تل وانتل هنا معاها اخوات كتير. في الحاله دي اخوات كتير، بس في حكايه ان يجي قبلها لازم حاجه يكون منفيه احيانا دي بتكون وحديها. انما لو كان مثبت بتساوي افتر واس وناز وبيفور وباي ذا تايم، بتتساوي مع الأربعة دول كلهم بيكون قبليهم بعدهم مضارع وبعد كده إيه؟ مستقبل. يعني كان ممكن مستقبل أشيله وأحطه هنا خالص كده في الحتة البعيدة دي كده، وأحط زمن إيه؟ المستقبل بعد المضارع. تمام كده؟ فهنا تل وأنتل بيتساوي مع after وas soon as when، وكمان بيتساوي مع by the time، ويتساوي مع before. وبالتالي كلامنا هياخدنا عند وين دي عندي كام وين؟ عندي 2 وين اللي زي until تل وانتل قبلها مستقبل بسيط وبعدها مضارع تام، وفي الوين العادية اللي احنا أخدناها في اليونت 2 اهي اللي بيأتي بعدها هنا زمن الماضي البسيط ثم زمن الماضي المستمر. وبالتالي هيكون عندي في المنهج 2 تل وانتل و2 وين. شكرا لكم، كان معكم مستر ياسر السمان.